النهارده هقولك تلبس ايه وانت خارج مع حبيبتك. هخليها اول ما تشوفك يغمى عليها من الحلاوه. اول حاجه عندنا شورت ماركة الجيش، حاجه شيكه وانيقه فعلا. بعد كده عندنا جلابيه هعملها تيشيرت اوفر سايز عشان ما عنديش تيشيرت، ولازم تبقى بنص كم عشان حبيبتك ما تاخدش بالها ان هي جلابيه. بعد كده عندنا طاقية توماس شلبي، حاجه روعه فعلا. عندنا بقى الاير جورديانا، حاجه قمه الشيكه والانيقه. عايز اقولك ان حبيبتك اول ما تشوفك هتصوت وتلم عليك الناس. شوف 148 ألف لايك، ال 148 ألف تلاقيهم انه عملوا هيك انه انت فاهم علي فكرة كيف؟ شوف اللبس بيض، احنا ما مو مختلفين عن هذا الشيء، بس شايف هذا لو انه موديل عند الاجانب والله للبسوه، والله العظيم للبسوه. وهذا الشيء قاعدين نشوفه حاليا، لبس مختلين متخلفين عقليا وقاعدين نشوفه هسه بيلبسوه عنا، لانه لو دخلوا حجر رب خرب لدخلتموه، لانه اقول لكم هالقد هيك، هالقد وين هالقد كثير هيك اصلا. ما تبع Anywhere I go, spirits in my head anywhere I go. I got guns in my head anywhere I go. I got guns in my head anywhere I go. I got guns in my head anywhere I go. Spirits in my head. I got guns in my head anywhere I go. Spirits in my head anywhere I go. I got guns in my head and it won't go. Spirits in my head and they won't go. Yo, can I get I don't think people realize that in that UW video, though? I'm responding to someone who thought my voice was too deep and was like, "Oh, I didn't expect you to sound like that. It doesn't match you." And I was like, "Oh, did Nigga, shut the نعم، يقولون إن اليوم هو اليوم العالمي للرجل. عشته وصار عندكم يوم بعد. يلا نجاملهم اليوم. يلا بسوي لكم محتوى بمناسبة يوم الرجل، محتوى بيعجب الرجل جدا. اخوان قد ايه حق سيارة الجي تي ار؟ صدق والله اليوم شفتها، قد ايه حقها؟ نيسان صح؟ نيسان جي تي ار 121 ألف دولار. مستر بيست يتعرض لهجوم كبير بعد أن قام ببناء 100 منزل لعائلات بلا مأوى. Let the fear you have fall away. إرضاء الناس غاية لا تدرك والله. المرأة في الإسلام ناقصة عقل إلا في النكاح، فهي بالغة راشدة عاقلة في 9 سنين. نوال السعداني سعداوي. عارفين قصها عن ستنا عائشة أنها تزوجت النبي بعمره 9 سنين، لكن إخوان ترى ما في رواية بتثبت أنه فعليا هو تزوجها ب9 سنين. أنا هذا اللي بعرفه، حتى بغض النظر حتى لو تزوجها وهي عمرها 9 سنين. فرجيك انهم اخوان اغبياء هذول، فاكرين ان القوانين اللي حطتها الامم المتحده هسه المفروض لازم تمشي قبل 1400 سنه. اخوان سواء الرجل ولا مراه اجسادهم زمان ما كانت هيك، الجينات مع الوقت قاعده تضعف. مش كان طول سيدنا ادم 30 متر، صحيح كانوا بشر زينا بس جيناتهم بتختلف عنا. ولا قبل 50 سنه و60 سنه مش كانوا يتزوجوا على 14 12، هي طلع هي مشيبه، تلاقي امها متزوجه وهي عمرها 12 سنه. حتى البنات هسه بتشوفهم كبير عمرها 15 سنه مبين عليها كبيره، بس ليش هي عقلها طفولي، يعني ما بتصلح للزواج لانه عقلها طفولي. नहर भरी पड़ी पूरी पानी में पूरी बारिश हो रही, वहां से तेरा ट्रैक्टर भी डूब जाएगा वहां से। ऐसा करिए तू एक काम करिए, कल को अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली ले यार, हम तो सारी लोंडे भर के जाएंगे। हाँ ले मैं सोच रही क्या अपनी गाड़ी लेके जाऊं, बस तेरी ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के ले जाऊंगी। बाबा बहुत सारी लोंडे हो गई हो और पूरी महल्ले की लोंडे पीछे पड़ गई, हम भी जावे। मैंने सोचा उसे फोन कर दूं, ला उसी को ही कह दूं। फोन क्या करूं, नंबर तो मेरा रहा नहीं, पानी में मोबाइल गिर गया था मेरा। मैंने सोचा वीडियो के द्वारा ही पहुंचा दूं तेरे तक के बाद। ऐसा कल को अपनी ट्रैक्टर ट्राली ले है और देख तेरे यहाँ के भी लोड होंगे, उन्हें भी भर लाइए और जाएगा छप्पड़ गए लेकिन अगर बारिश होगी उस पर, ठीक है? नहीं जल्दी से आ जाइए, कल को सुबह ही सवेरे ही चलेंगे तड़के 5 बजे, ठीक है? يلا نصورهم. مقطع يحفزك تكمل دراسة. شوي خطومة. يلا شوف التخلف، شوف وش يقول لكم، ناس متخلفة، ناس يعني مبسوطة بحياتها يجوا ينكدوا عليهم. شو بدك فهموا؟ شو بدك فهموا وخليهم مبسوطين؟ شو بدك فيهم؟ لكل الدول اللي خذلتنا ولكل الناس اللي باعت فلسطين بحب احكي لكم شيء واحد: وين الملايين؟ الشعب العربي وين؟ والله يا اخوي انت اللي قاعد تحكي عنهم مش عرب حتى مسلمين، يعني فاهم كيف؟ خذلوك وهم مسلمين.
يعني لما موضوع قضيه عرب الله يجعل العرب روحوا بكندره، فهمت؟ بس انت الفكره انه انتم مسلمين واحنا مسلمين، وانتم قاعدين تدافعوا عن القضيه وشرف المسلمين واحنا قاعدين نطلع يا رب قاطع وجبه ماك هيك. المسلمين اللي هناك قاعدين يقاتلوا ويجاهدوا، هم اللي بيدافعوا عنا ترى، عشان تكون عارف الخطط اللي في راسهم علينا كلنا ترى جايب. He, him, they, them, trans, queer, non-conforming, LGBTQ+, supported and active, pansexual, tribulation, feminism, black lives matter, anti-black, white people, ازاي هنصلي لو الارض فعلا كرويه؟ طب ما كل الاتجاهات هتوصل للحرم، لكن على الارض المسطحه هتلاقي ان الاتجاهات فعلا لها معنى. تعرف تقولي لو كرويه ليه ما نطيرش منطاد ونستنى الارض تلف وبعدها ننزل في المكان اللي احنا عايزينه؟ او ليه بنظبط الطبق على 45 درجه مش 90؟ وليه اصلا مش بيلف مع القمر الصناعي؟ او ليه الطياره رغم انها بتطير في خط مستقيم مش بتخرج بره الغلاف الجوي؟ يا عم سيبك من العلم عشان ليها 1000 نظريه يخرجوا بيها، لكن كتاب ربنا ما فرطنا في الكتاب من شيء. فعيب قوي لما تقول لي القرآن ما حددش هي كروية ولا مسطحة. لا يا حبيبي حدد وبالتفصيل كمان. هو لما ربنا يقول لك سطحت فراشا بساطا مهادا فرشناها قرارا دحاها يبقى ما حددش. لما يقول لك وجعلنا السماء سقفا محفوظة يبقى ينفع نخرج بره؟ يا اخوان شغله ترى هي قله العلم ممكن تؤدي لهذا الشيء. هو مفكر اخوان كثير ناس بتفكر انه اذا قرأ القرآن المفروض فهم شو اللي مقصود من الايه. والى الارض كيف سطحت، هسه لما تيجي تقراها هذا بعقله هيك بيقرأ مفكر انه قرأها فهم. هسه تيجي معنى كلمه سطحت انه معناها تمهدت وبسطت. كل ما الانسان مشي على الفاضي راح يلاقي الارض قدامه مسطحه، وهذا الشيء ما بتحقق اخوان الا اذا الارض كرويه. وبعدين اخوان هذا اللي بيقول لك لما يطلع توقف منطاد ولا طياره فوق وتستنى الصين تيجي هسه هاي الطياره انت فكرها بتخترق الغلاف الجوي؟ هي بضلها بالجو، هاي بالجو، هي طايره ما معانا. هسه هي بتلف معنا قاعده بالارض، كل شيء ضمن الغلاف الجوي تبع الارض بلف معها وبدور. هسه انا يعني قاعد ادور مع الارض، والطياره اللي بالسماء قاعده تطير بتدور مع الارض برضه. فكر اخوان اذا هو طار هيك هو صار بالسماء الدنيا. بعدين مين قال لك انه الغلاف الجوي تبع الارض هو سماء الدنيا؟ انت من وين جبت المعلومه هاي اصلا؟ وسماء الدنيا ابصر وين هي كلها الكواكب والنجوم، هاي يمكن هي كلها هاي لسه احنا هاي اول طبقه. بعدين اخوان القبله تقاس مش هيك مثلا انت بتكون هيك كعبه بتجيك هيك بتصير، لا طبعا بتقاس بناء على خطوط الطول والعرض. هي يعني ممكن تيجي هيك القبله، فهمت؟ على رسم الارض يعني. هي شوف كمثال هي الكعبه هون وانت هون مثلا، تمام؟ مو شرط انه هيك تصلي، مش هيك تحط القبله، مو هيك. تقاس بناء على خطوط الطول والعرض، يعني ممكن تيجي هيك القبله، فهمت؟ هيك اقرب. مثلا لو نسافر من هون لهون، تمام؟ الطياره ما بتمشي هيك، لا ممكن تمشي هيك بناء على خطوط الطول والعرض تيجي عليها المسافه اقصر. فالقبله بتكون فقبلتك المفروض تكون بناء على المسافه الاقرب. مثلا لو تلاحظ ورا مكه، لو تلاحظ اخوان معظم اللي ورا مكه بحر، فمعظم القبله بتيجي بنفس الجهات كلها. فبعدين ربنا ما حيجي يسالك انه الارض كرويه ولا مسطحه، خلاص يصير كل خرا. خلاص شوف وين القبله حطوا لك اياها، خلاص صلي وانت ساكت. شوف بدك وين هي الارض كرويه ولا مسطحه. I'm a Disney kid. Of course I had my first kiss on camera. I'm a Disney kid. Of course I can't. I'm an OG Disney kid. Of course I have no idea who any of these new Disney people are. I'm a Hara kid. Of course I don't have any idea what they're even talking about. أكذب عليك إخوان، والله العظيم إني ما بعرف شو هو ديزني. والله ما بعرف شو هو ديزني أنا. والله لو تيجي تسألني شو هو ديزني والله ما بعرف. هو فيلم، هو مسلسل، هو مكان. أنا بعرف إنه في مكان في أمريكا اسمه ديزني، تمام؟ بس ما بعرف شو هو. يعني هو محل ألعاب ولا شخصيات. The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. بلاحظ انه المكيف 69. Make cans of pickles so hard to open. Like it's almost impossible to get the damn can opener on the top of the freaking pickle can. But I have a solution for you. I realized this tool is a multi-tool, right? So instead of trying to do this or, you know, trying to get it around the lip, it's freaking impossible. It drives me nuts. But you see this? I had no idea that this was for pickle cans. Watch. You gotta get it just right. You have to just give it a minute, get it right on the lip, and it will come right off. You do this with any camera. On the lip. Look. And then it's just so stupid
I just fucking, I pour them just into these because there's no way to get the top back on. So I just pour them back into these, and then it just makes it easier every time you open after that. So follow me for some more tips and tricks. Thanks. Year 11 boys circulating a spreadsheet of their female classmates on messaging app Discord, ranking them top to bottom on their appearance as wifeys, cuties, object, get out, and finally, 90% من الريلز اللي بتبعتهم لرفيقك ما بيفتحهم. طب كلخة بفتحهم. We are the Walking Dead.